صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ في الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. آه النهاردة بإذن الله هنعمل وصفة حلوة قوي وسهلة وسريعة في حلة واحدة. هنعمل مكرونة بالفراخ. بجد طريقة حلوة ولذيذة وطعمها خطير وسهلة، ونص ساعة وتكون اتعملت معاكي. فحقيقي من الوصفات السريعة اللي بحب اعملها على طول، لان هي بتساعدني ولو الوقت متأخر وكده. يلا نقول بسم الله ونبدأ في المقادير على طول. اول حاجة معانا هنجيب حلة نحط فيها مية على النار. اول ما تغلي نحط فيها المكرونة بتاعتنا ومعلقتين كبار من الملح. انا ما حطيتش زيت، حابة تحطي زيت براحتك. اللي ما بنحطش فيها زيت دي بنبقى عايزين نقلبها كل شوية، فانا ايدي كانت فيها كل دقيقتين بقلب فيها عشان ما تعجنش وتلزق في الحلة. بنسيبها حوالي 7 دقايق على النار مع التقليب المستمر كل دقيقتين. وبتخلص السوا بتاعها بنطلعها 3/4 سوا وبنصفيها ونركنها. نيجي بقى للخلطة اللي هنعملها. عندي صدر فرخة قطعته مكعبات صغيرة. عندي بصل قطعته جنح او مكعبات براحتك. عندي فلفل حامي وبارد. وعندي طماطم، انا حبيت اقطع طماطم عشان بحب الصلصه تكون فيها كده مكعبات من الطماطم. مش حباها استغني عنها براحتك. هنا التوابل معايا اللي انتي حباه: قرفه، توابل فراخ، بابريكا، شطه، ملح، فلفل اسود. حابه تحطي توم باودر، بصل باودر، كاري، اي حاجه براحتك. وجبنا الحله اللي عملنا فيها المكرونه، صفيناها كويس من الميه اللي فيها وحطيناها على النار تاني، حطينا فيها حبه زيت حلوين. ولما سخنت نزلنا عليها بصدر الفرخه اللي احنا قطعناه مكعبات. وهنسيبها الاول تاخد لون من تحت. نقوم مقلبينها عشان في الفترة دي بتبقى بتلزق، فبنسيبها لحد ما بتاخد لون ونقوم مقلبينها على طول. هنا كنت بفردها كويس في الحلة عشان كلها تاخد لون وما تنزلش مية كتير. هنا بقى بدأت اقلبها. بصوا، هي عشان لسه محطوطة فبتلاقيها لازقة شوية. بنسيبها لحد ما تاخد لون كويس من تحت وبنقلبها بالطريقة دي، بتتقلب بطريقة سهلة. هي كده غيرت لونها كويس. بعد كده هجيب عليها البصل، هحط فيها البصل عشان يتشوح. ومهم جدا نخلي النار عالية، ما نوطيش عليها مية. الفراخ بتنزل مية لو على نار واطية، وما بنقلبش فيها كتير برضو. هنا حطيت البصل، هقلبهم كويس مع بعض بالشكل ده. واسيبهم حوالي دقيقتين يتبلوا شوية. بعد كده هنزل عليها بالفلفل، هديها برضو تقليبة كويس عشان تدبل. حابة تضيفي اي حاجة براحتك. وفي الخطوة دي هنزل عليها بالتوابل عشان التوابل تتشوح كده في الزيت مع البصل والفلفل والفراخ، عشان كمان هتطلع الروايح اللي فيها وهيبقى طعمها احلى والريحة كمان هتبقى احلى واحلى. هنا قلبناها كويس. بصوا الزيت، تشوفوا التوابل اللي عامله ايه. بجد كان الريحة حلوة قوي والطعم كان خطير. نزلت عليها بالطماطم عشان الطماطم اصلا ما بتاخدش وقت. هديهم تقليبه كده حلوه اهي على نار عاليه. بعد كده هنزل عليهم بالصلصه. هنا دي كانت صلصه متسبكه، نزلت عليها بحبه حلوين على حسب كميه المكرونه اللي انت هتعمليها. انا نزلت عليها بكبشتين كده من الصلصه المتسبكه. وهنزل عليها كمان بكوبايه من الميه. بس قبل المية انا حبيت انزل عليها بمعلقة ونص من السكر كده، وعلى حسب كمية الصلصة اللي هتعمليها هتحطي السكر عشان تعادل الحموضة بتاعة الصلصة وما بقاش فيها حموضة. هنقلبها كده وندوب السكر في الصلصة كويس. وبعد كده هجهز كوباية من المية السخنة، هنزل عليها على الصلصة عشان انا مش بحبها تكون ماسكة في المكرونة، بحبها تبقى صيصة شوية. انتي ما بتحبيها ماسكة ما تضيفيش مية براحتك. انا حطيت مية كده على الصلصة وهقلبها تقليبة، وحطيت نص معلقة من الفلفل الاسود عشان نتبل الصلصة عشان احنا خففناها مية. وبس سبتهم يغلوا غلوتين كده حلوين. بعد كده حطيت المكرونة على الخلطة اللي احنا عملناها في نفس الحلة وقلبتها بالشكل دوت. كانت حلوة قوي وطعمها لذيذ وخطيرة. بنقلبها كويس والفراخ ما شاء الله في كل حتة.
اهو غرفتها بجد، يعني بجد الف هنا وشفا للي هيعملها ويجربها، بجد حلوة قوي وسهلة وسريعة، في 5 دقايق، لا مش في 5 دقايق قوي، في نص ساعة بجد هتكون خلصانة معاكي وسهلة وحلوة قوي. يعني وراكي شغل، جاية الأطفال جاية من المدرسة، فبجد لا هتنجز وحلوة وكله بيحبها. طريقة حلوة ولذيذة. حابة تحطي على الوش موتزاريلا تدخليها الفرن براحتك، حابة تحطي شرايح طماطم من على الوش برضو من غير الموتزاريلا وتحطيها في الفرن براحتك. خلصت حلقتنا، واتمنى نتقابل في وصفة جديدة. باي باي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس.